السيد الرئيس، لقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة الذكرى 25 لاعتلاء العرش أن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي هذا الإطار تضم بلادنا صوتها إلى صوت باقي الدول الإسلامية والعربية للتعبير عن فائق القلق حول الأوضاع الخطيرة والغير مسبوقة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الدمار الهائل والحصار الشامل على غزة في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية. وأبرز صاحب جلالة رؤيته من أجل الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي: أولا، إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة. ثانيا، إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا. ثالثا، إن إرسال الأمن والاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين تكون فيها غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى المستوى الإنساني، عمل جلالة الملك نصره الله بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي على فتح طريق بري غير مسبوق لإيصال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى الأشقاء في غزة. كما تعبر المملكة المغربية عن بالغ قلقها في التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، فكل المؤشرات تشير إلى أننا أمام وضع غير مسبوق من شأنه توسيع دائرة الصراع، والذي قد يدخل المنطقة برمتها في مرحلة لا يمكن التكهن بتأثيرها وتداعياتها. ولقد سبق لصاحب جلالة الملك محمد السادس أن أكد بأن انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية يعتبر من أهم الأسباب التي تؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط. ولطالما حذر جلالته من الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، مما ولد الإحباط وخيب الأمل وأدى إلى توالي النكبات المدمرة بمآسيها الإنسانية وتوسيع تداعياتها الخطيرة على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وكذا على الأمن والسلم الدولي. لا يفوتني هنا أن أعبر عن تضامن المملكة المغربية الكامل مع لبنان الشقيق حكومة وشعبا لما يتعرض له من اعتداء، ونطالب بضرورة احترام وحدة لبنان الترابية وسيادته الوطنية.